قضية النهاردة عقلك مش هيقدر يستوعبها، خصوصا إن أهل المجني عليهم متعاطفين مع الجاني، والجاني بيطالب المحكمة إنها تعدمه، والرأي العام تعاطف معاه، خصوصا مع آخر حاجة حصلت له جوه الحبس. والسؤال المهم، يا ترى إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهارده. قضية النهاردة من محافظة القاهرة، وتحديداً منطقة النزهة في حي مصر الجديدة، والقضية دي تعتبر من أكبر القضايا اللي حصلت في تاريخ مصر. بس الغريب زي ما قلت في البداية إن الناس بدل ما تكون متعاطفة مع الضحية، فالعكس هو اللي حصل، وكانوا متعاطفين مع الجاني. بس في الأول وكالعادة خليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. تبدأ أحداث القضية يوم الثلاث 15/1/2009، لما أخ كان بيتصل بأخته اللي اسمها عبلة طنطاوي عشان يطمن عليها. أكتر من مرة بيتصل بيها وهي مش بترد، فجرب يتصل بجوزها وأولادها بس برضه مفيش رد. ممكن يكونوا لسه نايمين أو مش سامعين التليفونات. بس كل دي كانت أسباب أخو عبلة بيصبر بيها نفسه لغاية ما حد منهم يرد عليه. الاتصالات دي بدأت من الصبح بدري، وطبعا كل ما الوقت كان بيعدي كل ما كان القلق بيزيد، فقرر إنه يخلص شغله ويروح بنفسه يطمن على أخته، خصوصا إن دي أول مرة ما تردش عليه أو يعدي اليوم بدون اتصال. وفعلا بيوصل لبيت أخته في مصر الجديدة، والغريب إن عربية أخته وكمان جوزها وأولادها موجودين تحت البيت. طلع لشقة أخته وخبط على الباب، بس مفيش صوت ولا حد بيفتح، وبيتصل على موبايلاتهم اللي بترن جوه الشقة وسمع صوتها وبرضه بدون استجابة. فنزل لبواب العمارة وقال له إنه مش عارف يوصل لأخته ولا لجوزها، فبالتالي طلعوا هما الاتنين وبمساعدة الجيران كسروا باب الشقة، ولما دخلوا شافوا منظر عمرهم ما كانوا يتخيلوه. أخو عبلة أول ما دخل لقى أخته وجوزها وأولادهم ميتين وغرقانين في بركة حمراء، وفي وسط المشهد ده وقدامه 4 جسامين انتهت حياتهم في صوت صدر من حد فيهم، يعني في أمل إن حد منهم ممكن يكون عايش، حد يقول ويفسر إيه اللي حصل أو حتى مين الفاعل. وطبعا أول حاجة عملها أخو عبلة إنه طلب الشرطة والإسعاف عشان تلحق الشخص اللي لسه بيتنفس وعايش، لأن هو الوحيد اللي هيحل اللغز. والسؤال المهم، مين اللي ممكن يكون عمل كده في أسرة بالكامل، خصوصا إن كل واحد من الضحايا مقتول جوه غرفته وعلى سريره، ومفيش أي مظاهر عنف أو سرقة، والتفسير الوحيد إن الدافع هو الانتقام. الغريب إن البحث الجنائي والطب الشرعي بعد معاينة مسرح الجريمة قالوا إن مفيش حرامي أو إن حد دخل وخرج تاني، وبكده يبقى التفسير الوحيد إن الفاعل واحد من الضحايا. بس إيه هو السبب اللي خلى البحث الجنائي يوصل للاستنتاج ده؟ ولو فعلا الكلام ده صحيح، ليه الفاعل يعمل كده؟ وإيه هو الدافع؟ وهل فعلا الجاني واحد من الضحايا؟ بس قبل ما نعرف السبب ومين الجاني، خلينا نرجع بالزمن لأواخر السبعينات مع شريف كمال الدين حافظ، اللي في الوقت ده اتعرف على عبلة طنطاوي زميلته في الجامعة، وبدأ يكون في ما بينهم إعجاب متبادل، والإعجاب اتحول لحب عشان يتقدم بعد كده لأهل عبلة وتتم الجوازة. وفي سنة 1980 يتجوز المهندس شريف المهندسة عبلة بعد قصة حب، وربنا يرزقهم بولد ويسموه وسام، وبعدها ب3 سنين ربنا يرزقهم بداليا. وفي نفس الوقت ده المهندس شريف كان عنده شركة صغيرة لتصميم البرامج للمصانع والشركات، وبما انه كان لسه في بداية حياته بيكافح، فالدنيا وقتها كانت مش في احسن حالاتها. بس ده ما يمنعش ان ليه طموح وحلم نفسه يوصل له، وطبعا حلمه ان شركته تكبر والعملاء اللي عنده تزيد ويبقى ليه اسم في السوق، بالرغم انه في نفس الوقت شايف ان طريقه هيبقى فيه شوية صعوبات، وان الشركة لوحدها مش هتحقق كل اللي بيحلم بيه. انا عندي اصلا مكتب تصميم برامج كمبيوتر للشركات والمصانع. حلو جدا. أنا اصلا مبرمج كمبيوتر. حضرتك يعيشك عيشه كويسه، فاهم ازاي؟ لكن ما يحققلكش طموحاتك الايه التانية او طموحات اولاد. لحد ما في يوم من الايام وتحديدا سنة 97 يظهر شخص في حياة المهندس شريف ويكون سبب في تغيير حياته بالكامل، والغريب انه بيغيرها فعلا للافضل وفي نفس الوقت للأسوأ. الشخص ده مندوب مبيعات اسمه أحمد صالح، وكان في بينه وبين المهندس شريف شغل قليل، ومع الوقت الشغل كتر،
فبطبيعة الحال العلاقة بقت أقوى بين المهندس شريف وأحمد صالح. وفي قعدة دردشة اقترح أحمد صالح على المهندس شريف إنه يشغل فلوسه معاه في البورصة. المهندس شريف رفض بشكل قاطع وقال له إنه بيخاف منها ومش بيفهم أي حاجة فيها. أحمد صالح وقتها حاول يقنعه، وبعد وقت وتفكير المهندس شريف قال أجرب بمبلغ صغير، ولو جاب ربح يبقى تمام، ولو خسرت مش هزعل لأن المبلغ صغير. وفي الميعاد اللي أحمد صالح حدده رجع للمهندس شريف بأصل المبلغ وأرباحه. وطبعا الأرباح اللي استلمها المهندس شريف ما كانش متخيل إنه ممكن يكسبها في وقت قليل كده وبدون مجهود، وبدأ يتعامل معاه مرة في التانية، وفي كل مرة كان المبلغ بيزيد والأرباح كمان بتزيد. واستمر الحل لمدة 12 سنة كاملة، وبقى شغل المهندس شريف الأساسي هو البورصة، وده نقل المهندس شريف وأسرته لمستوى معيشي أفضل. دخلت مبالغ صغيره من سنة كام يا باشمهندس؟ 97. من 97. 97 كويس. يعني من أكتر من 10 سنين. 12 سنة. وكان بيديك مكاسب كويسة جدا. غيرت مستوى حياتكم. طبعا عربيات بقى، ولاد ركبوا عربيات وبيسافروا. راحوا مستوى تاني بقى. طبعا، وبتسافر مثلا رحلات بدل ما بتسافر بأتوبيس بتسافر بطيارة. وبكده طبعا المسؤول عن كل حاجة والمتصرف الوحيد هو أحمد صالح، لحد ما جه في يوم أحمد صالح قال للمهندس شريف أنت طول السنين اللي فاتت دي كنت بتكسب، بس المكسب الحقيقي هيكون من المبالغ الكبيرة. وطلب من المهندس شريف أنه يجمع كل السيولة اللي معاه. وفعلا المهندس شريف جمع 2 مليون جنيه، واللي يعتبر مبلغ كبير جدا في الوقت ده. والمعتاد أن أحمد صالح يديله أرباح المبلغ في موعد محدد، وفعلا انتظم معاه لحد يوم 15/11/2008. وفي التاريخ ده أحمد صالح مش بيرد ولا موجود، وكأنه فص ملح وداب. المهندس شريف بدأ يصبر نفسه بأنه أكيد هيظهر في وقت معين، وفي نفس الوقت كان في مبلغ محتفظ بيه لمصاريف بيته ومصاريفه الشخصية، وبيعدي الوقت والفلوس بتقل والقلق بيزيد. الانتظار استمر لحد 15/1/2009 وقت حدوث الجريمة، ونوصل ليوم الحادثة عشان نجاوب على سؤال مين الجاني. والإجابة جاوب عليها المهندس شريف بعد ما فاق في المستشفى، وأول كلمة قالها اعدموني أنا الجاني. والحقيقة إن دي ما كانتش صدمة بالنسبة للطب الشرعي أو البحث الجنائي، لأن تقرير الطب الشرعي ذكر إن الجاني هو المهندس شريف، وده لأن بصماته كانت على أداة الجريمة، وإن وقت الوفاة كان الساعة 2 صباحا، وإن بعدها بحوالي 10 ساعات المهندس شريف حاول إنه يتخلص من نفسه. عشان كده لما دخل أخو عبلة للشقة لقى المهندس شريف هو الوحيد اللي لسه عايش، وبالتحقيق معاه اعترف بالتفصيل على كل حاجة، وقال إنه يوم الواقعة الساعة 2 صباحا كان صاحي وزوجته وأولاده كانوا نايمين، فتوجه لدولاب العدة الخاص بيه وجاب منه بلطة ودخل على غرفة زوجته عبلة، وبضربتين أنهى حياتها، وبعدين غرفة داليا، وبعدين وسام، وكل ده بأداة واحدة وبنفس الطريقة. وعشان يتأكد إنه أنهى على داليا دخل مرة تانية لغرفتها وجاب قطر عشان يقطع شرايينها عشان يتأكد إنه أنهى عليها. تتهم النيابة العامة بالقتل كما سمعت، قتل زوجتك وابنك وابنتك. حصل يا فندم، وانا بعترف بالاوراق ان انا قتلتهم عمدا اصلا. انت بدأت بمين يا شريف؟ نعم يا فندم. بدأت بمين؟ بزوجتي، ما كانت جنبي. ضربتها بايه يا شريف؟ ببلطة. يعني انت ضربتها ضربة اولى في الرأس ثم عاود ضربة ثانية، ليه؟ لما لقيتها لسه بتتنفس، يعني انا مش بعذبها. لأنه قد وجدها تتنفس. انتقل الى غرفة نوم بنتك ولا ابنك؟ لا، بنتي الاول. ابنتي هي اسمها ايه؟ داليا. ضربتها كم ضربة؟ ما اتذكرش بالظبط 2 3، لكن مش يعني وانه السيناريو مش انها ضربها على رأسها عدة ضربات. اسمه ايه ابنك؟ وسام. عملت ايه؟ ضربت برضه ضربتين على راسه. يعني قام؟ لا، هو اتضرب ضربتين وسبته. سبته زي ما هو؟ سبته ولا سبته ورجعت لداليا. عملت ايه لما رجعت لها؟ قطعت لها ايديها عشان برضه الاسراع بعدم ايه قطعتها بايه؟ قطر اللي هو. وكل ده من وجهة نظره انه بيخلصهم من شبح الفقر اللي كان بيطارده بعد ما كانوا في مستوى معيشي كويس. وطبعا كان لازم يروح لمسرح الجريمة ويعيد تمثيل الحادث، وده اللي رفض وقال انا اعترفت اعتراف كامل، احكموا عليا وخلصوني. وسبب رفضه انه كان بيحاول ينسى اللي حصل باي طريقة. الغريب ان ابنه وسام اللي عمره 28 سنة كان مهندس، وبنته داليا اللي عمرها 25 سنة مدربة باليه، غير انه كان عنده اصول
ممكن وقتها كان يتسند عليها ويبدأ من جديد. عشان كده المحامي المسؤول عن الدفاع للمهندس شريف شكك في سلامة قواه العقلية وطلب توقيع الكشف النفسي عليه، والمهندس شريف بيرفض وبيقول للقاضي في أول جلسة إنه كان في كامل قواه العقلية، وإنه بيطالب بسرعة تنفيذ حكم القصاص، وإنه بيرفض إنه حتى يتسجن لمدة يوم واحد. والأغرب إن إخوات مراته كانوا بيزوروه ويساندوه، وإنهم كمان كانوا متأكدين إن اللي حصل ده شيء خارج عن إرادته. وبعدين الناس بتحبك قوي يا باشمهندس، ما يعني اخو مراتك هو اللي بيدافع عنك في المحكمه، يعني الناس خدها بتحبك الاثنين، جدا، خدها الاثنين مش بس انت واضح ان انت شخص كتوم. وفي أول جلسة يتم تحويل أوراق القضية لمفتي الجمهورية وتحديد جلسة السبت 6/6/2009 للنطق بالحكم. وفي الجلسة الأولى قال الجملة اللي خلت الرأي العام بالكامل يتعاطف معاه: إذا كانت عدالة السماء قد تبقي حياتي، أرجو من عدالة القاضي إنهائها بالإعدام الفوري وليس السجن ولو لمدة يوم واحد، لا أستطيع تحمله. وفي الجلسة الثانية اللي بتاريخ 6/6/2009 يتم النطق بالحكم اللي شريف كان منتظره، بس بعدها ب7 أيام يموت شريف بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لتوقف عضلة القلب، عشان يأكد فعلا للكل إنه كان رافض الحياة بعد إحساسه بالذنب اللي ما كانش عارف هو إزاي عمله ولا إيه القوة اللي كانت بتحركه. القضية دي رغم إنها غريبة بس ممكن نطلع منها بأكتر من درس، وأولهم إن مفيش حد يستاهل الثقة المطلقة حتى لو عشرة العمر كله. والله أعلم أحمد صالح راح فين، وهل هو من البداية نصاب ولا خسر الفلوس فهرب من خوفه؟ وتاني درس إن المكسب السهل والسريع مش دايما هو الحل الأفضل. وأخيرا الرضا بالمقسوم والنصيب نعمة كبيرة مع شوية اجتهاد وتوفيق من ربنا. هل فعلا من وجهة نظرك المهندس شريف كان يستحق التعاطف ده كله؟ منتظر رأيكم في الكومنتات. ربنا يرحم مدام عبلة وأولادها. اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه الفترة الجاية. لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، اما الحكم في الاول وفي الاخر فهيكون ليك. دمتم في امان. سلام.